السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، إليكم تفاصيل أخبار الآن. أجرى الملك محمد السادس نصره الله اتصالا هاتفيا مع مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي عقب مباراة نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 التي جمعت يوم الأربعاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بنظيره الفرنسي، والتي انتهت بانتصار الفريق الفرنسي. خلال هذا الاتصال خص الملك المدرب واللاعبين ومجموعة مكونات الفريق الوطني بإشادة كبيرة لما قدموه من إنجازات متميزة خلال كأس العالم، ومتمنيا لهم جلالته كامل النجاح في اللقاءات المقبلة. وهكذا نوه جلالة الملك بأداء وليد الركراكي الذي استطاع بعد شهور قليلة فقط من توليه قيادة المنتخب الوطني من تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك وروح القتالية، بما مكنه من تسجيل حضور متميز في هذه التظاهرة وتشريف الشعب المغربي والجمهور العالمي من خلال قيمته الرياضية الرفيعة وموهبته النموذجية. الملك أجرى أيضا بهذه المناسبة اتصالا هاتفيا مع عميد الفريق الوطني رومان سيس أعرب فيه جلالته عن متمنيته له بالشفاء العاجل من إصابته ومهنئا إياه على روح القيادة، كما كلفه جلالة الملك بنقل تهنئته الحارة لمجموع الفريق الوطني المغربي.